أو المؤاخذة على عدم حضور الرئيس أو المعارضة أو كذا أو كذا، لأن كنضربوا القيله بالغربال بزاف، الواقع شيء آخر والفعل شيء آخر. إذا كانوا ندوات بهذا الشكل عبارة عن محاضرات أكاديمية، أستسمح أنا أعتبرها محاضرة أكاديمية لا ندوة أو تتبع الشأن المحلي كما جاء في الصورة المعلقة أمام الباب ديال المجلس البلدي، أعتبرها محاضرة أكاديمية وليس تتبع الشأن المحلي. كدوش على بعضنا وعلى المواطنين ونقولوا راه تتبع وكنشاركوا الديمقراطية والديمقراطية التشاركية. ليس هذا هو الأسلوب اللي غنحققوا به الديمقراطية التشاركية. غنهضر على حزب الاستقلال لا من أجل الإشهار ولا الاستشهار ولا هذا. حزب الاستقلال كيتكون أغلبية العناصر ديالو 95% عناصر شابة. تقريبا دابا عام ونص باش تهيكل لنا المكتب ديال الشبيبه وديال منظمه المراه ومكتب الفرع، يعني واحد الاقصاء رهيب. الناس ولفت انها تصنع كراسي على المقاس ديالها. حنا ما بقاش ما جبرناش المقاس ديالنا بالعربيه، ولفت تصنع كراسي وفق المقاس ديالها، لا في الشأن المحلي لا في الجمعيات لا في المعارضه لا في وعودات، كلام الفارغ، ندوات، تخربق شي حاجه على الواقع اخوتي ما كايناش. لا ما نهضروا باللغه العربيه الفصحى ونكتبسوا كلمات ومصطلحات من القاموس اللغوي ونجيبوهم ونتباهوا بهم على الحضور. نهضروا بالدارجه العامه الفصحى، نهضروا بالدارجه، الكذوب في الكذوب في الكذوب. صافي. إلا غادي نقولوا شكرا، إلا غنقولوا الديمقراطيه التشاركيه، نتحدى اي واحد عنده شي حق شي قانون كيحميه يهضر بالديمقراطيه التشاركيه. نتحدى اي واحد يقول انا كنشارك في الديمقراطيه وكاينه الديمقراطيه التشاركيه وكاين المساواه. اخوان هضروا على المساواه ديال الجمعيات، المساواه ديال الاحزاب. يعني كينتقدوا الجمعيات بواحد الطريقه غير مباشره. نحن نرى ان الجمعيات كاين غير اسماء حبر على ورق، اعطيوها الفضاء فين تخدم، اعطيوها الفضاء فين تخدم. قسما بالله الا تقلب الدنيا تقلبها. ماشي نتهموا الجمعيات والاحزاب السياسيه خصوصا الاحزاب الفاتيه. حنا كنعتبروا راسنا حزب فاتي، هو بالعكس حنا حزب عريق، ولكن بما ان الاقليم فاتي، اقليم مضيق في النظام اقليم فاتي، كنعتبروا راسنا حزب فاتي. غير ملي دخلنا كنشاركوا في يعني ما نقولش بين قوسين الشأن المحلي، حنايا مقصيين خصوصا الشباب مقصيين بواحد الدرجه رهيبه كارثيه. كنجيو كندرسوا المنصات التصويرات المسائل. قولوا لنا خوتي الله يرحم الوالدين خصوصا الطبقه الشابه هنايا، قولوا لنا غير 1% من الناس اللي حسوا بديك الديمقراطيه وديك تسيير الشأن المحلي. دابزوا مع بعضكم، هضروا على هذا ما كيحضرش، انتخابات بالفلوس، تخربق، عفيونا، عطيونا شي حاجه ملموسه. اما باش نتوما تبقاو عارفين على ما كنهضروا غتبقاو تحاربوا بيناتكم وحنايا الضحيه خصوصا الشباب. بقاو تحاربوا بيناتكم، فلان عمل فرد لا نعملوا تصوروا مع بعضكم وتجلسوا مع بعضكم وتولوا الصوره بانكم في صراع وتضيعوا لنا الوقت ديالنا، فهذا غير مسموح به. شكرا. تحيه لكاتب